ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الهبدات اللي انتوا بتحبوها واللي انا بحبها واللي كله بيحبها. فيديو النهارده بقى هعمل لكم بيض بالعيش بالجبنه وعليه لانشون، حاجات غريبه كده. فانت دلوقتي انزل اعمل لايك وسبسكرايب يا نجم حالا، يلا. طب بتكلمهم باحساس ليه كده؟ عشان يحسوني. سيبوا بقى دقيقتين كده لحد ما يعمل لايك، عشان عارفه هيكسر ينزل يعمل لايك. بس عليهم كده يلا بينا. مش هعمل الانتظار ده. مش عارف. فمن غير رغي كتير ومن غير ما اطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا على المطبخ على طول نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه معانا معلقه زبده محترمه كده، عشان برضو دي هنحتاجها في العيش، ودي بيضه عليها شويه ملح. انزل بيها هنا اهو، حاول كده توزعها تبقى متساويه من كل ماشي، انتوا فهمتوني. حاول كده توزعها تخليها متساويه من كل حته عشان تبقى توزعها الرغيف كويس. شويه جبنه بقى، ايه عندك؟ جبنه موتزاريلا شغال، جبنه براميلي شغال، اي نوع جبنه مش هيقول لك لا. وانزل كده بشويه هنا. ايوه، هنجيب بقى رغيف العيش بتاعنا، هنشيل ظهره من وشه، ورغيف العيش بتاعنا شيلنا الظهر من الوش بتاعه، وهوب هننزل بقى بالحته دي هنا اهو كده اهو. كلام جميل. المفروض ان انا اقلبها ازاي بقى؟ بصوا، المفروض ان احنا بقى نقلب الحته ديت كده. يعني ازاي؟ هنكتشف سوا دلوقتي. يعني هوب، ايوه، واقلب كده يا هبده يا جامد. الله، بس عظمه قوي. سيبوا الرغيف اللي من تحت ياخد وش تحمير، والناحيه التانيه من الرغيف برضه تكون استوت واتحمرت زي دي. وعلى الوش ده بقى هننزل كده ايه بشويه لانشون، حتتين كده او ثلاثه على حسب انتوا بتحبوا اللانشون قد ايه. وهوب ننزل بقى بحته الرغيف التانيه من هنا اهو. لو عايزين تزودوا جبنه فوق اللانشون برضه شغال، بس احنا بصراحه حطينا الجبنه كلها في الوش التاني عشان كده افكر. سيبوه دقيقتين ثلاثه كده لحد ما يحمر ويبقى بيقرمش كده، نروح قلبين بقى كده اهو على الوش التاني. يا نهار اسود يا نهار اسود، هي مش مظبوطه قوي بس يعني ماشي شغال. وبكده يا جماعه يكون شكله النهائي خلص، ويعني الله محمر بقى في زبده وحوارات. فاحنا دلوقتي هنطلع في الطبق الجميل. طلع بقى يا معلم السندوتش الجميل ده بتاعك هنا في الطبق، وحته اللانشون الواقع دي مالناش دعوه بيها، هتخصم من منابك. فاحنا بقى ايه نقطع بحق. صوت القرمشه جوعني. بقول لك ايه، يلا بينا ندوق. يلا بقى ايه. الله. ايه القرمشه دي ده؟ انا خدت العيش بس لسه ما هي دوقتش. دي القرمشه اللي احنا عايزينها. طب تمام قوي. الميكس ده انا هعمله كتير، انا عمال اكل ومش اقول للناس رايي. سؤالي بقى للاخ سيدوني من ورا الكاميرا، تقييمك كام لهذه الوجبه؟ والله انت فاجئتني بالسؤال ده، بس انا ممكن اقول 8 من 10. ده قبل ما اكلته ولا بعد ما اكلته؟ يا اسطى انا لسه بقول يا هادي ولسه هدوق سندوتش، انت خلصت الحته بتاعتك. ماشي، انا بقول 8 ونص من 10. هي الصراحه الميكس جامد قوي يا جدعان. عارف الواحد ونص ده ليه؟ عشان خاطر مش عامله عدل. العيش فرتك من بعض، ما ظبطتوش عدل انت وانت بتسوي. كلبي هوا مالناش دعوه بيه. بصراحه يا جدعان الميكس ده جامد جدا، واي نوع جبنه هيمشي معاك حرفيا، اي نوع جبنه هيليق قوي عليه. جبنه رومي، براميلي، جبنه ملحها خفيف، جبنه فيتا اللي في العلب، اي نوع جبنه هيليق على الميكس ده جدا. بس انا رايي الصراحه ان اكتر نوع جبنه هيظبط هي الموتزاريلا والرومي والشيدر. ده بس عشان السيحان كده بتلاقيها بتشد من بعضها، لكن كطعم اي نوع جبنه هيشتغل. حاضر، خد لايك، انا شبعت. عارفيني. شفت الرميه؟ ماشي. بس كده يا جماعه فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. يعني اتمنى يكون في لايك كده وسبسكرايب، عشان الكلام ده بيشجعنا ويعني بيفرحنا وبيخلينا نحس ان احنا في حاجه بنعملها عشان نقدر نكمل في المحتوى اللي احنا بنقدمه لكم دوت. وكالعاده بقى يا معلم، عندك هبده جديده، افتكاسه جديده، تجربه فاشله وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الانستا. هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن برضو، وانا هجربها وهولع في نفسي وفي بيتي وفي سيزون الفوتوغرافر عشان خاطرك انت. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.